السلام عليكم حبايب قلبي. اليوم عندي طريقة عمل كيك اسفنجي مثل كيك السوق بالضبط. اني هنا عندي البياض 6 بيضات، بس البياض مالتهم مفصول عن الصفار. طبعا هنا أنا مخليه الصفار مال 6 بيضات، ومخليه قدح من السكر المطحون، مطحون ومنخول، ونص قلاص زيت. اني محضرتهم. وهذا الصفار البياض العفو مثل ما تشوفون عندي كامل، يصير مثل الكريمة تماما. اخلط هذا واخليه على صفحة. حاليا هذا خلاص عندي. راح ابدي اخلط الصفار. اظل اخلط به لحد ما يذوب عندي السكر كله. هو ناعم كلش، يعني طحنته اني بالطاحونة ونخلته بنفس الوقت، وابدي اذوبه ويا صفار ونص قلاص زيت. طبعا اني ويا الصفار مخليه فانيلا على مود يقتل الزفارية مال البيض. هو اكثر الزفار بالصفار يصير، لذلك انا اخلي الفانيلا ويا الصفار، والبيكنج باودر اخليه ويا الطحين. هاي الكيكاية مقاديرها قلاص طحين فقط لا غير. خلص عندي الخلط مثل ما تشوفون. راح اضيف البياض فوق الصفار واخلط برفق. باعوا لي لازم هذا الهواء ما نخليه يطلع من البياض، نخليهم يتجانسون سوا مثل الوغف تماما. مثل ما تشوفون هاي كلش اسفنجية تطلع، كلش اسفنجية مثل مال السوق تماما مثل ما تشوفون. هسه راح ابدي اضيف قلاص الطحين، انخل واخلط بهاي الطريقة مثل ما تشوفون، حتى الهواء ما يطلع، لان هذا الهواء اللي بيها هو اللي راح يخليها اسفنجية ومثل مال السوق تماما. بالمناسبة حبيباتي، اي نقطة ماي ما يصير بها هاي الكيكاية، تعتمد على البيض فقط. اللي يريد كيكاية اسفنجية ومثل مال السوق تماما يسوي هيجي. مثل ما تشوفون ارش وابدي اخلط. هذا البيكنج باودر اضيفه ويا الطحين. ابدي برفق حبيباتي، برفق، الرفق على مود الهواء ما يطلع من عليه. اني مشغله الفرن على مود يحمي، رأسا اخليها بالفرن. شوفوا الشكل، شوفوا بياضها كلش حلو، ما راح تتندمون اذا جربتوها. طريقة كلش ممتازة، كلش قد ما تتوقعون. طريقة تجنن، طعم ولا اروع واطيب من مال السوق بعد. نبدي ننخل باقي الطحين. مقادير الكيكاية 6 بيضات بنص قلاص زيت، بكوب سكر مطحون، بقلاص طحين، ظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر فقط. مواد كلش بسيطة وسهلة ومتوفرة بكل منزل، وطريقة سهلة كلش. والما عندها مضرب كهربائي تستعمل الخلاط تخلط البياض، بس اهم شي لو نقطة مي ما تمس هاي المكونات نهائي. انا محضرة القالب عندي، داهنته وخليت له طحين. كملت عندي الخلطة. شوف ايش قد بيضة وكلش هوا، يعني مثل الوغف تماما بدون تشابيه. هسه راح ابدي اخليها وين بالقالب. هاي مثل ما تشوفون راح اروح اخليها بالفرن واشوفكم الشكل. روعة كيكاية كملت عندنا وكلش هشة وتجنن، اسفنجية كأنها ما اسفنجة، ويعني موجودة كلش حلوة. جربوها ولا تنسون بتعليقاتكم الحلوة، وتشتركون بقناتي وتحطون اعجاب على هذا الفيديو. مع السلامة.